هنا في الاستوديو الدكتور حمزة زوبع القيادي في حزب الحرية والعدالة، وكذلك الأستاذ سامح راشد الكاتب والمحلل السياسي. كما ينضم إلينا من واشنطن السيد توفيق حميد كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. والسؤال للدكتور حمزة زوبع: زيارة كيري إلى القاهرة هي ليست لرأس النظام أو الإدارة الأمريكية، ولكن لمسؤول رفيع من الإدارة الأمريكية. منذ الانقلاب والإشارات التي تأتي من واشنطن متضاربة، هل تعتقد أنه آن الأوان لكي تصدر إشارة صريحة من واشنطن بدعم النظام الحالي في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا دعني أحيي نضال شعبنا، المظاهرات التي لم تنقطع ليل نهار، الرجال والنساء والأطفال والأبطال يتظاهرون رغم أحكام الإعدام، وهذا هو المهم، أن ثورة شعبنا مستمرة. الآخر، من قال أن أمريكا لم تعطي إشارة صريحة للانقلاب؟ قلت هنا في هذا المكان وكررنا أن الانقلاب دبر بليل ومضت ووقعت عليه CIA وخدمه وزير الدفاع، وقام كيري لو تذكر بزيارة باكستان وقال إن الانقلاب للعجب سيساعد على استعادة الديمقراطية. على من يضحكون؟ نحن نعرف. ما أتوقعه أنا هو أنك غدا أو بعد غد أو بعد عام تكشف CIA في وثائقها وتقول: نعم، دبر هذا الانقلاب عندنا، وافق عليه أوباما وسوق له كيري ودعمه وزير الدفاع تشاك هاجل. هذا ما يجب أن يعرفه العالم. الأمريكان لا يمكن أن يقبلوا بحكومة حرة منتخبة، لا يمكن أن يضعوا مصير المنطقة في أيدي ناس أحرار لهم قرار. يعني وضع المنطقة في أيدي أحرار، وناس أحرار كما تقول لهم قرار، هذا يسبب كثير من المتاعب بالنسبة للشعوب في المنطقة، لجهة عدم وجود استقرار لفترة بسبب عدم رضاء العالم كما تقول. يعني أليس من الأفضل أن تكون هناك استراحة ولو استراحة محارب في هذه المرحلة؟ يمكن أن نفكر بهذه الطريقة، بس استراحة محارب على حساب مين؟ ما إذا كنا عاوزين نعمل ديمقراطية والناس تفوز نشيلهم، نجيب الدكتاتورية بتاعت مبارك والتعذيب ونرجع للعصر القديم، مفيش تنمية. 30 سنة مبارك كان بيحكم، هل تقدمت مصر؟ هل اليوم بعد عام من حكم السيسي رسميا 3/7 هل حدث شيء واو في مصر؟ أنتم في نشراتكم تذيعون أخبار عن تصنيفات فوربس للاقتصاد المصري. ما الذي حدث؟ الحدث دماء ورمال وأشلاء ومعتقلات. يا سيد الفاضل، المطلوب هو فوضى، وجيء بالسيسي ليحدث الفوضى، نقطة ومن أول السطر. طيب، خلينا نسأل الدكتور توفيق حميد من واشنطن. سيد توفيق، يعني الدكتور حمزة زوبع يقول إن ما يجري في مصر الآن، الحكم الحالي في مصر، هو امتداد ل60 سنة من حكم المؤسسة العسكرية لمصر. ما الذي حققته هذه المؤسسة حتى يسكت الناس عن حكمها ويرضوا به؟ أنا لا أسمع يعني معظم السؤال، يعني بضع كلمات. طيب، أنا سأعيد عليك السؤال، يبدو أنه كانت هناك مشكلة. أنا أسمعك الآن. أنا أسألك بلسان الدكتور حمزة زوبع. المؤسسة العسكرية تحكم مصر منذ 60 عاما، وما وصلت إليه مصر هو مزيد من التخلف، مزيد من الفقر، مزيد من الأمية لقطاع كبير من أبنائها. ما الذي يجعل هؤلاء الناس المصريين يرضون بحكم العسكر مجددا؟ أنا أقول لحضرتك، من سنة 52 لحد الآن تعرضت مصر لكثير من المشاكل والمواجهات والحروب، وأدت في النهاية لأوضاع كما ذكرتها أنا أعتقد نقول إنها سلبية في نواحي كثيرة، والجميع يعترف بذلك. ولكن لابد أن نفكر بطريقة فيها شيء من الحكمة. فالدكتور حمزة طبيب، وهو يعلم أنك حتى لو أعطيت دواء معين لمريض وتسبب في مضاعفات، هنفترض هذا الأمر، نفترض أن جاء الحكم العسكري كما يرى الإخوان وأنه تسبب في مشاكل وأن هذه مضاعفات، ولكن القضية الآن هو أن إيقاف الدواء بصورة عاجلة بالصورة اللي بيتخيلها الكثيرون
قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر. فلو أوقفت مثلا مادة الهيبارين عملت مضاعفات. يا دكتور، هذا المثل المسهب بعيد كل البعد عن حياة الشعوب. يعني عندما تحدثني يعني هناك افتراضات أنت ربما بنيت عليها وجهة نظرك، هذه تحتاج إلى المناقشة. مسألة مواجهة مصر إلى كثير من المعوقات والحروب والمكائد والمؤامرات، كل هذا تتعرض له الدول في العالم أجمع. يعني انظر كيف بدأت كوريا الجنوبية وأين أصبحت، وانظر كيف بدأت ماليزيا وأين أصبحت، وانظر كيف بدأت مصر وأين أصبحت. ماشي، ولكن ده لا يعني أن الحل في أن أنت تلغي وجود المؤسسة العسكرية بصورة كاملة وفي لحظة واحدة كما يتصور المؤسسة العسكرية وظيفتها أن تحكم أم تحمي؟ لا، أنا بقول دورها، وجود ليها دور في بعض الدول مثل مصر، هي الباك بون، هي العمود الفقري للدولة. يعني هدي حضرتك مثل العراق، حينما انهارت المؤسسة العسكرية فجأة ماذا حدث في العراق اليوم؟ حرب طائفية شعناء ودماء في كل مكان وحروب لن تنتهي. فنحن لا نريد أن نصبح مثل هذه المنظومة، نريد تدريجا ينتهي بوضع ديمقراطي، ولكن محاولة الإخوان أن ينزعوا كل السلطة من أيدي العسكريين هو شيء هيعرض البلاد لمخاطر أكثر. يعني هي الفكرة مسألة السلطة في أيدي العسكريين وهم لا يسمحون بانتزاعها منهم ولو بصورة ديمقراطية من خلال انتخابات نزيهة. أستاذ سامح، دعني سأعود إليك مجددا دكتور توفيق. في الحكم هرجع لك ثاني يا أستاذ توفيق. أستاذ سامح، يعني مسألة التشبيه بالعراق وسوريا وليبيا وأن المؤسسة العسكرية ينبغي أن تظل في السلطة ولو بمستوى ما حتى لا ننزلق إلى ما انزلقت إليه هذه الدول، إلى أي مدى هذا التشبيه دقيق؟ لا، ليس دقيقا بالمرة. يعني أنا كنت أدون بعض الملاحظات على حديث الدكتور توفيق، فيعني عنا لي تساؤل مهم. يعني هو إما أن تحكم المؤسسة العسكرية أو أن تتفكك وتنقسم وتنهار. يعني لا بديل ثالث، إما أن تسيطر على السلطة وتنفرد بها وتحتكرها، أو أن يكون البديل أن يتم حل المؤسسة أو أن ينهار. يعني هذان الخياران كلاهما مرفوض، وبالتالي فالمسألة ليست خيار ثنائي أو ليست مفاضلة بين خيارين كلاهما مرفوض. المسألة أن المؤسسة العسكرية في أي دولة في العالم هي جزء من منظومة الحكم ومن النظام السياسي وليس العسكري، ولها دور محدد هو دور الحماية وليس الحكم المباشر، باستثناء دول قليلة مثل باكستان، وكلنا يعلم ما هي أوضاع باكستان الاقتصادية والسياسية. ليس فقط باكستان، أنا أتحدث عما يجب أن يكون عن الصيغة السليمة للحكم في أي دولة في العالم، وليس عن حالات واقعية. هناك حالات لا يطلق فيها ذلك. دكتور توفيق ضرب المثل بباكستان في ثنايا كلامه، فربما يعني يحضرنا هذا المثل تحديدا. ربما وهناك تشابه بين الحالتين. تفضل. ومع ذلك عندما نقيس يجب ألا نقيس بحالات دول نحن لا نريد أن نكون مثلها. يعني هو يضرب بباكستان ونحن لا نريد أن نكون مثل باكستان أو مثل دولة أخرى المؤسسة العسكرية تسيطر فيها. ومع ذلك حتى بعض الدول، لماذا لا ننظر إلى الحالة التركية على سبيل المثال التي كانت تسيطر فيها المؤسسة العسكرية وتم انتزاع هذه السيطرة تدريجيا وبشكل مدني وديمقراطي وسليم حتى خضعت الدولة كلها للسلطة المدنية حتى وإن كانت لها مرجعية إسلامية. هذا لا يعنيني في النهاية المرجعية هنا هي أساس فكري، كانت علمانية، كانت إسلامية، كانت ليبرالية، كانت يسارية، ليست هذه هي القضية. السؤال الثاني المهم هنا، هل الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة أو موقف الولايات المتحدة هل هي معنية بسيطرة المؤسسة العسكرية؟ هل هي رافضة تحديدا للإخوان؟ قبلت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي وتعاملت معه وأعلنت ذلك صراحة. قبلت الولايات المتحدة الإطاحة أو إزاحة حسني مبارك بناء على ثورة 25 يناير. الولايات المتحدة لا يعنيها من يحكم مصر ولكن يعنيها كيف يحكم مصر. هل كان لها أن ترفض بصورة صريحة انتخابات 2012؟ الولايات المتحدة تقول إنها قبلت بفوز مرسي في هذه الانتخابات. هل يمكن أن يقال إنها كان يمكن أن ترفض بصورة صريحة انتخابات نزيهة كهذه؟ لا، بصورة صريحة لا، قولا واحدا. ولكن كما رأت وكما دعمت الإطاحة بمحمد مرسي بشكل غير صريح وغير علني، كان يمكن أن تعرقل أو تضغط لتعطيل الانتخابات الرئاسية. وأيضا كما كانت، لعلنا نتذكر أن كانت مواقفها متذبذبة للغاية بين يوم وآخر، بل خلال ساعات أثناء ثورة 25 يناير. ترى مع حسني مبارك، ترى مع بقائه، ترى تلتزم بمطالب الشعب المصري. كانت هناك حالة
ارتباك. نعم. ولكن الفصل بين الخطاب الظاهري والأداء الفعلي للولايات المتحدة فصل ضروري للغاية، لأن واشنطن تتبنى دائما خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا ما يهمها ظاهريا، وتطلب من نظم الحكم الدكتاتورية الشمولية أن تلتزم أيضا بذلك من الناحية الظاهرية على الأقل. أرجو منكم أن تبقوا معي. حملت أسرة المعتقل محمد صلاح سلطان نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما، حملت المسؤولية لمصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حملتهم جميعا مسؤولية الوضع الصحي لمحمد بعد نقله من العناية المركزة. وأدانت الأسرة قرار مصلحة السجون نقل سلطان من العناية المركزة بالقصر العيني إلى سجن ليمان طرة مرة أخرى رغم تدهور حالته الصحية وظهور بوادر لدخوله في غيبوبة كاملة حسب وصف الأسرة. وأكدت أسرة سلطان على عدم سماح النيابة برؤية التقارير الطبية الخاصة به رغم إصابته بجلطات في الرئة وجفاف شديد على حد وصفها. رفض قسم ثاني أسيوط عرض 4 من طلاب جامعة الأزهر بالمحافظة على النيابة الأحد رغم قرار رئيس النيابة بعرضهم لاستكمال الإدلاء بأقوالهم في وقائع تعذيبهم وانتهاك أعراضهم داخل القسم بشكل يومي. وكان الضابط المسؤول عن الترحيلات قد أنهى مثولهم أمام النيابة السبت بحجة انتهاء وقت المأمورية، واقتادهم إلى القسم مرة أخرى قبل إنهاء المحضر بعد حديثهم عن هذه الانتهاكات. ويعاني المعتقلون الأربعة تعرضهم للتعذيب بشكل يومي على مدار أكثر من شهر منذ اعتقالهم في 18 من مايو أيار الماضي. أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة في بيان لهم رفض اعتقال الدكتورة هناء سراج الأستاذة بكلية العلوم بالجامعة والتي اعتقلت أثناء زيارتها لزوجها في محبسه. ووصف البيان الاعتقال دون تهمة محددة استمرارا لمسلسل القمع والإجرام في حقوق المعتقلين وأسرهم وعضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية. كما دعا البيان من وصفهم بأحرار الوطن والجامعات للتصدي لهذه الحملة الشرسة ضد العلماء التي لن تدع أحدا يرفض هذا الفساد إلا وستنال منه حسب وصف البيان. عودة إلى ضيوفنا في الاستوديو ومن واشنطن، والسؤال للأستاذ سامح راشد. يعني هناك جملة من القضايا عرضناها، لنبدأ من حيث انتهى عرضنا. مسألة المعتقلين وأوضاعهم، ناقشنا بالأمس قضية المعتقلين الأربعة الذين تعاطف معهم وكيل النيابة وأمر بعرضهم مجددا حتى يعني توثق شكاواهم من انتهاك العرض والتعذيب والضرب، لكن قسم الشرطة عارض هذا الأمر ولم يمثلوا أمام النيابة. إلى متى تظل هذه الدائرة المفرغة من يعني حتى في المرة التي يتعاطف فيها وكيل النيابة لا يجد أذانا صاغية في قسم الشرطة؟ يقطع الطريق عليه. نعم. لدينا 4 أطراف أساسية هي الفاعلين الأساسيين في تلك العملية. الطرف الأول الداخلية والأمن، الطرف الثاني القضاء، ثم الإعلام، ثم المنظمات الحقوقية المعنية بأوضاع المعتقلين أو المحبوسين أيا كانت أسباب حبسهم. هذه الدائرة أو هذا المربع تلك الأضلاع فيه، لو أن ضلعا واحدا فيها اتخذ موقفا محايدا أو قانونيا أو موضوعيا لربما أصبح الأمر أكثر سهولة. ولكن الوضع القائم في مصر ومع شديد الأسف أن تلك الأضلاع الأربعة تبدو متضافرة ضمنا إن لم يكن صراحة على هؤلاء المحبوسين وعلى التعتيم والتكتم على ما يجري. فمنظمات الحقوقية معظمها لا يتحدث عما يحدث ولا يتبنى قضية بعينها ويسير وراءها حتى نهايتها. القضاء يبدو ضعيفا ويبدو يعني قليل الحيلة إنجاز التعبير، والإعلام هو الذي يروج العكس. ضعيف وقليل الحيلة، هل هذا التوصيف دقيق بالنسبة لما يجري من القضاء المصري؟ نعم. هل هذا هو التوصيف الدقيق لحالة القضاء المصري؟ نعم. ضعيف وقليل الحيلة؟ لا، وواسع الحيلة، والدليل على هذا الأحكام بالمئات. لا عفوا، أنا أعني ضعيف وقليل الحيلة في مواجهة السلطة. يعني هو جزء من السلطة يا سيد السلطة سامح. التنفيذية في مصر لا تزال هي التي تسيطر على السلطة القضائية. ولعل هذه لو نتذكر هذه كانت في بداية حكم الإخوان أو في بداية مجلس الشعب الأول، كانت هناك بعض المحاولات لتمرير قانون السلطة القضائية وتعديل بعض بنوده، وكانت في غاية الأهمية في واقع الأمر، مثل التفتيش القضائي، مثل سيطرة وزير العدل على على ندب القضاة، مثل منع ندبهم ندبا جزئيا. كانت هناك فعلا محاولات أو تصدى لها القضاء أنفسهم. تصدى لها القضاء أنفسهم مع شديد الأسف. ولكن في الوقت ذاته خضع الإخوان لذلك الابتزاز الذي مارسه القضاة في تلك الفترة.
وهذا أيضا كان أمرا سيئا ولم يكن يجب أن يحدث من جانب سلطة حاكمة جاءت بعد ثورة كان يجب أن تتخذ إجراءات ثورية وتتحمل مسؤوليتها. نفس الأمر يتعلق بالإعلام. لو أن إجراءات اتخذت قاسية بحق الإعلام الذي كان منبوذا شعبيا، هذه مسألة في غاية الأهمية، كان منبوذا ومعزولا شعبيا. رموز الإعلام بدأت تعود تدريجيا وهي الآن التي تتصدر المشهد، وبالتالي الأضلاع الأربعة متضافرة يصعب تماما كسرها معا. ربما تكون البداية بأحدها لو أن هذا حدث. دكتور حمزة زوبع، أسرة المعتقل محمد صلاح سلطان تشير إلى أنه يعني يشارف على حالة الغيبوبة الكاملة. أما أن الأوان لكي يفك هذا الإضراب عن الطعام؟ يعني ربما حالة عبد الله الشامي حالة مختلفة تماما. لا يعني دعني أقول، طب ما نعكس السؤال. أما آن الأوان لهذه السلطة المتجبرة مش هتفرج أن ترفع يدها؟ يعني ستفرج إذا لم تفرج يعني ستفرج، وسيخرج محمد صلاح، وسيخرج كل المعتقلين، وسيخرج كل الأحرار. شوف، ما ضاع حق وراءه مطالب. هؤلاء الشباب ارتضوا أن يقوموا بهذه المقاومة العجيبة والمستمرة والتي تلهم الشباب وتلهم الدنيا كلها، فسينالوا النصر وسينالوا أجرهم. أنا أقول لك أن محمد صلاح وكما كان عبد الله الشامي والعشرات والمئات يقومون بهذا الدور يقدمون الحجة للتاريخ. سينتصر هؤلاء. دعك من هذه السلطة، قلت لك منذ زمن في هذا المكان، هذه سلطة مؤقتة عابرة لن تطول. يبدو يعني متلبسا بثوب الحماسة أكثر منه ثوب العقل. يعني هذا يصلح لمخاطبة الإخوان المناضلين في الشوارع وغيرهم، لكن عندما تحلل هذا الموقف لابد أن تطرح أشياء عقلانية وعملية سياسية موازية لمثل هذا النظام. خلينا أحط نفسك أو أحط نفسي مطرحه. لماذا لا يقوم بفك اعتصامي أو إضرابي؟ أنت بتسألني أنا وأنا بقول لك هذا الكلام، تقول لي أنا خطاب للإخوان. هذا خطاب للأمة، خطاب للعالم، خطاب لكل حر في كل مكان في العالم. حين يضرب سجين أفهم أن يقول الناس ارفعوا الظلم عن السجين، لا تقول له فض اعتصامك أو فض إضرابك. من يقول هذا يعني الكلام؟ هذا الخطاب يصلح لكل زمان ولمكان يا سيد محمود. أقول إن هذا الخطاب يدغدغ، ربما يدغدغ عواطف ومشاعر ويلهب حماسة الإخوان أو الرافضين للانقلاب، لكنه لا يجذب ولا يكتسب مزيدا من الأنصار من خارج هذا المعسكر. سؤال مرة أخرى تانية، إذا كان هناك يساريا يرى مظلوما يضرب عن الطعام، ماذا يتعين عليه حين يسمعني؟ هل يقول لي والله يا أخي محمد نتمنى عليك دلوقتي الآن أن تفض إضرابك؟ لا يا أخي، المسألة مش كده برضه يا أخي محمود. حين يكون هناك مظلوم نحن نقول للظالم وللمفتري للباغي كف عن هذا البأس. لكن دعني أعود إلى نقطتين قيلتا يعني في هذا المجال في أقل من نصف دقيقة. في أقل من نصف دقيقة. القضاء في مصر ليس ضعيف، القضاء متورط من ساسه لراسه. الأمر الثاني وضح هذه الأمر الثاني، لما السيد حميد يتكلم عن الماضي والمصاعب ل60 سنة، لا مؤاخذة يعني أنا عاوز أسأله سؤال، هو مين اللي خاض الحروب؟ ومين اللي خاض المغامرات وراح اليمن واتهزم من إسرائيل؟ مش هم الجنرالات؟ وبعدين ما جه السادات عمل اتفاقية، وحسني مبارك 30 سنة. هل تقدمنا؟ هل أنتجنا تكنولوجيا؟ هل أصبحنا في مصف كوريا؟ أبدا. الجنرالات يأتوا ليحكموا. النقطة الأخيرة وهي ما صدق فيه توفيق حميد هذه الليلة، وهو قوله إن لب القضية هو انتزاع السلطة من يد الجنرالات. نعم، ستحقق الشعوب هذا الأمر. طيب، ستنتزع السلطة من يد الجنرالات. أسمع بس للدكتور توفيق حميد. دكتور توفيق، أستاذة جامعية ذهبت لتزور زوجها المعتقل فكان نصيبها الاعتقال في التو واللحظة، كيف تعلق على هذا الحادث؟ أنا أعتقد التعليق ببساطة، أنا لم أسمع ما هو الاتهام. فلو كان هناك على سبيل المثال هي أعطته مثلا معلومات ما كانش مفروض إن هي مش من حقها توصل له ورقة معينة أو معلومات معينة، أو أخذت منه معلومات من خلال السجن توصلها لحد تاني، ممكن يكون ده سبب لاعتقالها، أو ممكن سبب آخر. في كل مرة تقول نفس الكلام يا توفيق. يعني في كل مرة أنا آسف، لابد أن نسمو فوق خلافنا السياسي. أستاذ يا جماعة الدور جزء يقول لك كان بيوزع معلومات. معلش يا دكتور حمزة، هي وجهة نظر ولا تقول لي أنها اعتقلت، ولا تقول لي ما هي أسباب الاتهام. الدور في الحديث إن شاء الله. أين أسباب الاتهام؟ يعني أنا حينما أرى هذه القضية أسأل سؤال واحدا: ما هي أسباب الاتهام؟ إذ لم يكن هناك أي اتهام، طيب تقريبا في 40,000 متهم، في 40,000 معتقل تقريبا في السجون المصرية في هذه المرحلة. هل أنت مقتنع بكل الاتهامات الموجهة إليهم بمن في ذلك الذين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام وهم بالمناسبة بالمئات؟
والله شوف حضرتك، الأمر عندي هو العدل في النهاية. فلو أن فردا واحدا حكم عليه بدون دليل ده يبقى ظلم، حتى لو فرد واحد، ولو 1000 واحد اتحكم عليهم ولكن يوجد أدلة لإدانتهم فيبقى ده هو العدل. يعني الأمر هنا مش قضية العدد يا فندم، القضية مش قضية عدد 1000 ولا 500، القضية هل هناك دليل أم لا؟ العدد له دور كبير في مثل هذه القضايا، لأنها لا يمكن أن تنظر في ساعتين أو في يومين أو في أسبوع أو في حتى سنتين. يبقى دي قضية أخرى بقى مش الأدلة. عندما تتحدث عن قضاء يحكم بالإعدام على أكثر من 1000 واحد في أقل من 3 أيام في بعض الأحيان، وفي أقل من شهرين في أقصى تقدير، هذا قضاء في عرف القضاة وفي عرف الحقوقيين. ما هو لا تنسى أنت في حالة استثنائية فيها تفجير مديريات أمن وفيها عمليات إرهابية في سيناء وفيها، فأنت أيضا لست في حالة طبيعية. وبمناسبة القضاء المصري اليوم تم الحكم على 8 أفراد اللي هم عملوا حرق لمكتب السيد ياسر داوود وهو المستشار القانوني لجماعة الإخوان في دمياط. تم الحكم عليهم بالمؤبد، ولو كان تم قتل أحد لكانوا حكموا عليهم بالإعدام. فالأمر هنا واضح أن دول ناس حرقوا مقر إخوانه ومع ذلك عوقبوا. فلا تستطيع أن ترمي القضاء كله بالفساد في حين أنك ترى أن الأحكام تصدر أيضا على من يهاجم الإخوان المسلمين. ولنقطة واحدة قبل أن هنهي، لا معذرة، نقطة واحدة سريعة، أن الحديث كان يتكلم وكأن هناك حكم عسكري في مصر. الحكم في مصر جاء من خلال انتخابات شهدها العالم، وكان من حق المدنيين أن يدخلوا وينافسوا. إذا لم يدخلوا ولم ينافسوا أو نافسوا وفشلوا فلما يلومون على السيسي أو العسكريين أن هناك شخص ترشح بصورة مدنية؟ لم يكن فيهم ولا واحد يود أن يدخل وينافس في الانتخابات غير السيد حمدين صباحي. هل تعني ذلك؟ يعني أنا الأستاذ سامح راشد في نصف دقيقة يريد أن يعقب على شيء. طلبت الكلمة يا أستاذ سامح. نعم. يعني فقط تعليقا على كلام الدكتور حمزة فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام وفضل الإضراب وما إلى ذلك والإفراج عن عبد الله الشامي. أنا أعتقد أنه لو لم يكن جون كيري سيصل إلى مصر اليوم أو أمس لم يكن سيفرج عن عبد الله الشامي في هذا التوقيت. حتى يفرج عن الباقين ربما يكون مطلوبا أن يأتي كيري أو غيره مرة أخرى. أرجو منكم أن تبقوا معي. أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى يوم غد الاثنين أو إلى اليوم الاثنين نظر القضية المعروفة بأحداث الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك لاستكمال سماع الشهود. يذكر أن أحداث الاتحادية وقعت جراء اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي أواخر عام 2012، وأدت إلى مقتل 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف و8 من جماعة الإخوان المسلمين. ترفض النيابة إدراج أسمائهم في عريضة الدعوة. بشرت نيابة مصر الجديدة التحقيق مع 24 ناشطا سياسيا بينهم 7 فتيات طالبوا بإسقاط قانون التظاهر أمس، وألقي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في مسيرة لإسقاط قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية، فيما قال محامي المتهمين إنهم يواجهون عدة اتهامات منها مخالفة قانون التظاهر وتعطيل حركة المرور وحيازة المولوتوف. تتواصل الفعاليات الليلية لرافضي الانقلاب في عدة محافظات على وقع دعوات متصاعدة للاحتشاد في ذكرى انقلاب 3 يوليو. في البدرشين بمحافظة الجيزة خرجت مظاهرة ليلية رفع خلالها رافضو الانقلاب شعار رابعة وصور مرسي، كما رددوا هتافات تندد بحكم السيسي مطالبين برحيله، وطلبوا بالإفراج عن المعتقلين ووقف أعمال التعذيب في مقر الاحتجاز الأمنية. وفي السويس خرجت تظاهرة ليلية لرافضي الانقلاب ضمن فعاليات أسبوع حمل شعار مصر ليست معسكرا. ندد المشاركون بقمع قوات الأمن للمظاهرات السلمية، كما طالبوا برحيل السيسي ومحاكمة من سموهم قادة الانقلاب العسكري. وفي الإسكندرية انطلقت عدة مظاهرات ليلية لرافضي الانقلاب رفع خلالها المتظاهرون شعارات رابعة وصور مرسي، وطالبوا بالتحقيق مع المتسبب في قتل المتظاهرين السلميين ومجازر فض الاعتصامات. وفي بني سويف بصعيد مصر خرجت مظاهرات ليلية رفضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر واعتبارها دعما أمريكيا لسلطات الانقلاب العسكري، على حد قول المتظاهرين الذين رددوا هتافات مطالبة بعودة الشرعية الدستورية والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين. كما رفع المتظاهرون أعلام مصر وإشارات رابعة وصور مرسي.
مر أسبوعان منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في مصر دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى عزم الرجل إجراء مصالحة حقيقية تنهي الانقسام السياسي في البلاد. ومن غير الواضح أيضا مدى استعداد الطرف الآخر للمصالحة، وبين شروط هذا الطرف وسقف الطرف الآخر يبدو المشهد في مصر غامضا ومقلقا لمن كان يتوقع تغيرا بعد دخول السيسي قصر الرئاسة. ظن كثيرون أن حالة الانقسام السياسي في مصر قد تتراجع قليلا مع وجود رئيس يقول مؤيدوه إنه يتمتع بشعبية غير مسبوقة، غير أنه لا يبدو أن شيئا قد تغير. يجدد ذلك الجدل حول مفهوم المصالحة التي تحدث عنها السيسي في خطابه الذي قرر فيه عزل مرسي. بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته. غابت المصالحة وبدأ إعلاميون مصريون يتحدثون ليل نهار عن الإقصاء الذي تطور خلال العام على النحو التالي: أولا التجريد من الوطنية والديانة. الإخواني وطنه مش مصر، الإخواني وطنه جماعة الإخوان. الإخواني حتى دينه مش الإسلام، الإخواني دينه الجماعة، دين الجماعة. ثانيا المطالبة بسحب الجنسية المصرية. مفيش مصالحة. الناس اللي زي أبو تريكة واللي زي البرادعي واللي زي الناس دي أنا بطالب بسحب الجنسية المصرية منهم لأنهم ما يستاهلوهاش. ثالثا وصفهم بالعدو وتجريدهم من الإنسانية. خلي بالكم إن قدامنا عدو من فصيلة ما من الكلاب. عندنا شغل على الأرض. رابعا مصادرة الأموال وإغلاق الشركات والتي كان آخرها تأميم محلات زاد وسعودي، فكان خبرا سارا لكثير من الإعلاميين الذين طالبوا بإغلاق ومصادرة المزيد. ما شاء الله والله زميلنا سعيد، حاجة حلوة، حاجة كويسة. عقبال الباقي والمدارس والمكاتب ومحلات الخردوات والملابس ولوازم الأطفال وهكذا. وإذا مفهوم الإبادة الذي يروجه الكثير من هؤلاء مش يا احنا يا انتم، يا احنا يا احنا يا احنا يا احنا. لا مزيد في الإقصاء على هذه اللهجة التي تلغي تماما وجود الآخر، بينما يترقب كثيرون جريان نهر المصالحة الموعود منذ عام عشية رسم خارطة قيل إنها للمستقبل. عودة إلى ضيوفنا والسؤال للدكتور توفيق حميد من واشنطن. دكتور توفيق، في ظل المدفعية الثقيلة التي يلقي بها الإعلام على مسامع المصريين ليل نهار بهذه الصورة، هل تتوقع مصالحة أو هل ترتجي مصالحة؟ لا، هو من الصعب وجود مصالحة في ظل الوضع الحالي، ولكن قبل أن ألوم الإعلاميين يعني أعتقد اللوم يذهب أولا لبعض قادة الإخوان اللي بعضهم زي المرشد خرج يقول طز في مصر في يوم من الأيام، المرشد مش الحالي، السابق. ولما حين نرى العمليات الإرهابية اللي بتمس أمن الدولة وبعض القيادات الإخوانية اللي طلبت بتدخل الجيش في الجيوش الغربية داخل مصر، وحينما نرى صفوت حجازي يهدد الكنائس من طلب بتدخل الجيوش يعني الغربية في مصر؟ ممكن تفكرنا يا دكتور؟ عز الجرف طلبت بذلك. بماذا؟ وقت أحداث رابعة طلبت وكانت على فيديو مسجلة بتدخل جيوش غربية داخل مصر. فحينما نرى هذه الصورة من طز في مصر مطالبة بتدخل جيوش غربية لتهديد بحرق كنائس، لقسم بأن العمليات الإرهابية ستنتهي لو مرسي رجع، وواضح فيها علاقة ما بين التنظيم، عملية التنظيم الإرهاب نفسه. لما نرى كل هذه الصورة لا نلوم على الإعلام المصري ولا نقول لهم أنكم شيطنتم الإخوان، فالإخوان هم الذين وضعوا أنفسهم في هذا الوضع، وأعتقد عليهم أن يلوموا أنفسهم أولا. طيب يا دكتور، يعني على سبيل المثال مناشدة الغرب التدخل في مصر هذه فعلها أيضا المستشار أحمد الزند، ومع ذلك يلقى منك كل احترام وتقدير. لا، أنا الحقيقة لم أسمع هذا، ولكن إن كان حدث وطالب بذلك فيكون مخطئ،
لا اسمعني يا سيدي، إذا كان طالب بذلك فيكون مخطئا. أنا ما يعني قبل أن تضحك اسمع ماذا أقول. فهل أنا قلت أن إذا طلبها المستشار الزندي يكون على حق وإن طلبها أحد آخر من الإخوان يكون على باطل؟ بل أقول أن كل مصري يطلب تدخل قوات غربية داخل مصر هو على خطأ. طيب دكتور حمزة، يعني استمعت لجملة من الاتهامات، كيف يستقيم مع هذه الاتهامات حدوث مصالحة؟ اولا انا في مفاجاه بس للسيد توفيق حميد فيما قالوا انه المحكمه حكمت على بلطجيه اعتادوا على مقر الاخوان الذين حكم عليهم في دمياط من الاخوان المسلمين يا توفيق يا حميد. خلاص عشان بس ايه ما نقعدش نكرر كلام وهم اللي اعتادوا على مستشاركم القانوني يا استاذ حمزه. يا حبيبي اسمع بس اسمع، انا سبتك تتكلم، اسمع شويه. الحاجه الثانيه توفيق حميد او غيره عنده حاجات عجيبه، تيجي تقول له ايه احمد زند قال، يقول لك انا لم اسمع. يعني الدنيا كلها سمعت هو ما سمعش. تيجي تتكلم وانا على قلت لك لو سمعت لنقضته فيها قضاء عمال يحكم يقول لك لا غلط، ده لو حصل يبقى غلط. يا عم حصل. احنا عمالين، انا بقول لتوفيق واصدقائه من نفس الاتجاه ارجوكم ان تسموا فوق خلافاتكم مع الاخوان، اتعاملوا كبني ادمين زينا. يعني لما تشوف واحد بيتضرب قول غلط. استاذه دكتوره راحت زوجها الاستاذ الدكتور في السجن، دخلت السجن بتهمه ايه؟ يعني انا عاوز افهم، لو كانت متهمه كان راحوا لها البيت، يبقى المفروض انه يطلع يقول ايه؟ ادين هذا الفعل، لكن ما يقدرش يدينه ليه؟ لانه عنده مشكله مع الاخوان وعنده راحه واريحيه مع العسكر. اما نرجع بقى لموضوع المصالحه والكلام اللي اتقال. يا سيدي مين اللي قال لك ان الناس عاوزه تتصالح؟ مين قال؟ انا بقول لك اهو، لو انا او اي قائد من قاده الاخوان ولا التحالف ولا حتى من التيار اللي بيثور في الشوارع ده اتكلم عن كلمه مصالحه واحده، الشباب هياكلوه. المعركه يعني دي حاجه انت تراها ظاهره صحيه ان تخضع القيادات لمزايدات القواعد والافراد. مره ثانيه انتبه يا اخ محمود، لان في مشكله هنا. احنا ما نزيدش، نمره واحد. نمرة 2 انا اتحداك تنزل باستفتاء عند القواعد الشارع وتقول لهم هل تقبلوا بهذا ام لا؟ واذا قالوا نعم انا هاجي هنا الصبح اسوق لهذه المصالحه. خلاص عشان بس ما نتكلمش عن ايه؟ على المزايدات لانها عيب في حقنا لما يتقال لنا كده. انما الامر الاخر يعني هل وظيفه القياده ان تنصاع لرغبات وطموح وحماسه الحماسه الشريفه من الشباب؟ اذا جيت كده هتجيلي كده، ما هي كده. انت حضرتك اقول لك انا مش بزايد لو سمحت تجاوب على سؤال. ما انا بقول لك انت بتقول لي هل من شيل كلمه المزايده هذه خلاص يعني اوكي. انت بتقول لي لو هم هل يجب ان احنا ننصاع؟ لا يجب ان ننصاع، يجب ان نرشد، يجب ان نتحدث، نفكر خارج الصندوق. لكن فكر في اللي بيحصل في عز ما بيكون الكلام عن المصالحه او تلميحه بالمصالحه من السيسي او من سامح سيف اليزن او من اي حد، بيحصل ايه؟ مزيد من الاعتقال، مزيد من الاعدامات. يعني ان الكلام عن المصالحه كليشيه يستخدم لتخدير الراي العام في مصر. نحن بعد 12 شهرا ما فترت ثورتنا ولا فترة حراك في الشارع. هل وجدت اي بوادر جاده للمصالحه من كلا الطرفين؟ الحقيقه انا اتخذت في الحوار الثنائي اللي ما بين الدكتور توفيق والدكتور حمزه، فيعني قربت انسى موضوع المصالحه. يعني خليني اقول ان يعني الحديث عن ان ابتدي الاول بتعليق صغير، ان الحديث عن ان القواعد بترفض، ويعني انا اتفق معك تماما وكنت هقول نفس التعليق، ان القيادات المفروض القيادات المحنكه والاكثر درايه يجب الا تسير وراء الشارع او وراء القواعد دون تفكير. هناك قواعد محدده، وهناك فرع في علم القانون الدولي الآن يسمى العدالة الانتقالية، فرع مستقل كامل. العدالة الانتقالية ليس فيها انتقاء، هي انتقالية وليست انتقائية، ليست مرهونة برأي الشارع، وإنما هناك عدة مراحل يجب أن تمر بها. المصالحة أحد هذه المراحل أو هذه الخطوات. أولها كشف الحقيقة، يجب الوقوف على حقيقة ما جرى في مصر، وهنا يجب أن نقف وقفة ولو سريعة حول تقارير لجان تقصي الحقائق، بدءا من تقرير لجنة أحمد شفيق وانتهاء بآخر لجنة تقصي الحقائق. وهنا يعني لدي ليس عتب ولكن يعني غضب شديد. أين تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي سكت عنه الدكتور محمد مرسي ولم يعلن عنه حتى الآن؟ لماذا لم تعلن نتائج هذا التقرير بكل ما فيها؟ هذا رقم واحد. رقم 2 محاسبة المسؤولين بناء على كشف الحقيقة الذي تم. 3 تعويض المتضررين
وجبر الضرر لهؤلاء الضحايا أو ذويهم. طيب 4 أنا المصالحة. طلعت بعد هذه المراحل كلها تقرير تقصي الحقائق هذا ليس في صالح المصالحة على الإطلاق، لأنه يدين بصراحة شديدة مؤسسات موجودة في السلطة أيا كان الطرف، اسمح لي، أيا كان الطرف الذي سيدان يجب طيب يجب بداية تحديد من المسؤول ومحاسبته ثم الحديث عن المصالحة. الطرفان، آخر جملة، الطرفان الآن يدخلان مباراة صفرية مع شديد الأسف. أنا مضطر للأسف أن أنهي هذا النقاش. شكرا جزيلا لك ممكن 5 ثواني بس أقول إن المستشار وليد شرابي شرح هذا التقرير في لقاءات تلفزيونية. شكرا جزيلا لك يا دكتور، للأسف ليس هناك وقت وربما يتسع المجال غدا أو بعد غد. وشكرا جزيلا للدكتور توفيق حميد. مع